سنة 66 المشير أبو غزالة كان لسه ضابط صغير ومتجوز وعايش في منطقة حلمية الزيتون في القاهرة، وفي يوم قدم طلب عشان ياخد أجازة وينزل يشوف أسرته، وأيامها كانت الأجازات شبه ممنوعة للضباط الصغيرين. بس المفاجأة إن القائد بتاعه وافق له ينزل 48 ساعة راحة. محمد عبد الحليم أبو غزالة كان طاير من الفرحة لأنه ما شافش مراته وولاده الاتنين من مدة طويلة، ومن فرحته خرج واتصل بزوجته وقال لها أنا جاي آخر الأسبوع. وفي اليوم اللي جاي فيه مراته صحيت بدري تروق البيت، لكن كل ما تعمل حاجة ابنها يبوظها تاني، فقالت له انزل العب بالعجلة شوية لحد ما بابا يجي. وفي نفس الوقت أبو غزالة كان بيتحرك من الوحدة بتاعته على البيت، ولما وصل ميدان حلمية الزيتون وقرب من بيته لقى زحمة كبيرة، ولما قرب من الناس اللي متجمعين سأل واحد فيهم ايه في ايه، بس الراجل ما ردش عليه، فسأل واحد تاني من الجيران في ايه وبرضه ما ردش عليه. وهنا ابتدى يحس ان في حاجة غريبة، فدخل بين الناس عشان يعرف ايه اللي حاصل. وفي اللحظة دي شاف أصعب حاجة ممكن تمر على أب. المشير أبو غزالة شاف ابنه الصغير قاطع النفس والعجلة بتاعته متكسرة 70 حتة، ومن صعوبة المشهد فضل كام ثانية مصدوم ومش بيتكلم وواخد ابنه في حضنه. الجيران حاولوا يواسوه ويخففوا عنه، ولما تماسك شوية سأل ايه اللي حصل، وواحد من الجيران قال له البقية في حياتك، عيل ابن حرام خبطه بالعربية وهو بيلعب في الشارع بالعجلة، ويشاء ربنا تنزل السكينة على قلب أبو غزالة. وفضل حاضن ابنه وهو بيقول إنا لله وإنا إليه راجعون، لا حول ولا قوة إلا بالله. وبعدها سأل اللي واقفين اللي خبطوا بالعربية هرب، والناس قالوا له لا احنا رابطينه هنا في الجراج. المشير أبو غزالة اتحرك على المكان اللي محبوس فيه السواق، ولما شافه لقاه واخد علقة من الأهالي. والمفاجأة الكبيرة لما قال لهم حرام عليكم عملتم فيه كده ليه، والناس استغربت من كلامه لكن محدش علق، وكلهم كانوا عمالين يطبطبوا عليه. وجات الشرطة وخدت السواق وابتدت التحقيقات معاه، وأبو غزالة وصل اسم الشرطة ودخل على الضابط المسؤول، وبعد التعزية قال له أنا متنازل عن حق ابني. الضابط ما بقاش فاهم اللي بيقوله أبو غزالة، فسأله حضرتك بتقول متنازل؟ أبو غزالة قال له أيوه سيبه ملوش ذنب، دي إرادة ربنا سبحانه وتعالى، وابني هو اللي كان بيلعب وسط الطريق ونصيبه كده، وإحنا ناس مؤمنين، ولو كان السواق هو المسؤول عن موته فعقابه بالنسبة لي إنه ما يتحبسش لكن يخرج يمكن ضميره يصحى وما يكررش اللي عمله تاني ويحافظ على أرواح الناس. ضابط الشرطة ما كانش مقتنع بس وافق في النهاية يقفل المحضر، وبعدها استلم ابنه وهو بيقرأ آيات من القرآن الكريم وخده عشان يدفنه. لكل الناس اللي بتحب الحقائق التاريخية والملفات السرية اللي لسه محدش فتحها قبل كده، فالمحتوى اللي هينزل على القناة الجديدة واللي اسمها صفحات التاريخ هيكون معمول مخصوص ليه. كل القصص الكاملة والطويلة بقت موجودة على القناة التانية تحت صفحات التاريخ.